النهارده هنتكلم عن واحد من افضل واحسن المواقع تحويل جميع العملات. معظم التحويلات اللي فيه بتتم اوتوماتيك من غير تدخل اي حد. فده فيديو النهارده، وانا عبد الرحمن ياسر، ويلا بينا فيديو على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتم تكونوا كويسين. النهارده هنتكلم عن موقع اكس كوين كاش، موقع غني عن التعريف وشرحته بدل المرة 1000 على القناة القديمة اللي وقفت. طبعا رابط التسجيل في الموقع هتلاقيه تحت اسفل الفيديو مباشرة عشان تدخل على الموقع الاصلي وما تدخلش على اي موقع نصاب. ندوس على الثلاث شرط من هنا، واول حاجة لازم نعملها نعمل حساب. قبل ما تفكر تعمل اي حاجة لازم تعمل حساب ليك، فندوس على كلمة انشاء حساب. انا هعمل خطوة بخطوة معاك اهو. تسجيل الدخول، اليوزر نيم بتاعك اكتب عبد الرحمن. طبعا انت بتكتب بياناتك انت، لكن انا بسجل عادي ببياناتي اهو. بعد ما كتبت الباسورد وخلاص اكدت الباسورد، هنا بقول لك زي كباتشه كده 6 و8 14، وافق على الشروط والاحكام. بص على كرييت، انا خلاص عايز اعمل الحساب بتاعي. تم عمل الحساب بنجاح. خلاص كده انا عملت تسجيل دخول. لو دوسنا على الثلاث شرط زي ما انت شايف انا على حسابي اهو متاكد تسجيل دخول. تعالى نعمل تحويله بسيطه. ايه التحويله البسيطه يا عبد الرحمن؟ خلينا نعمل تحويله من او ترسل او تستقبل زي ما انت شايف اهو بالعربي، ترسل وتستقبل. خلينا نقول هنرسل مثلا بنك البير وهنستقبل بنك البيرفكت ماني. تمام، بكل سهوله وبساطه. حددت هرسل بنك البير وهستقبل بنك البيرفكت ماني، وداني على الخطوه اللي بعد كده. بيقول لي انت عايز تبعت قد ايه؟ بيقول لك ال 10 يو اس دي تي ب 9 يو اس دي تي. طيب حلو قوي. المينيمم $1 والماكسيموم 8.6. طبعا اكيد يوصل 1000. تمام، خلينا نكتب وليكن مثلا هنا نكتب $5. هنبعت $5 على بنك البير وهنستقبل 4.5 على بنك البيرفكت ماني. حلو قوي. بقول لك هنا اكتب معلومات الحساب. معلومات حساب ايه؟ معلومات الحساب اللي انت تستقبل عليه. طب ليه بنكتبها؟ مش انت قلت اوتوماتيك؟ بنكتبها احتياطي. معلومات الحساب عادي هنا، وهاخد معلومات الحساب بتاعي. نسخ نص الرابط. هنا زي كابتشا بيقول لك 7 في 8 بكام؟ ب 56. ده خلاص. تمام. اي حاجه تاني؟ بيقول لك حساب البنك البير بيرفكت ماني، دي معلومات عن التحويلات، اقراها عادي مفيش مشاكل. بيقول لك ان هي هتتم اوتوماتيك من غير تدخل اي حد. هترسل تاني، بياكد عليك البيانات. هترسل $5 وتستقبل 4.5 بيرفكت ماني. هدوس على قراءه الشروط والاحكام، هدوس على كلمه انشاء الطلب، بيحولني اوتوماتيك من غير ما اعمل اي حاجه. ما بعملش اي حاجه، جالي رساله على حساب الجيميل اهو ان انت هتعمل العمليه. تمام، وهدوس على كلمه اتمام عمليه الدفع اللي هو المربع الاصفر ده. هيبدا يحولني على الدفع. تمام، زي ما انت شايف حولني على محفظه بير اهو اوتوماتيك من غير. في الخطوه دي هعمل ايه يا عبد الرحمن؟ بيقول لك هنا التفاصيل اللي انت هتدفع $5. طيب تمام انا موافق. هتدفعهم بايه؟ هقول له هدفعهم ببير، فاروح على بير كده واقف. بيقول لي هتدفعهم بأنهي عمله بالظبط؟ طبعا هدفعهم يو اس دي تي، فاختار اول واحده. خلاص اخترتها. بيقول لي هتدفع 5.5. ادوس مثلا كونفيرم. خلاص اكد لي العمليه، بياكد عليك البيانات تاني. هقول له ايوه ادفع لي. تمام خلاص دفعنا. بيقول لي اعمل تسجيل دخول لحسابك بتاع البير. تمام مفيش مشكله بتاعي، وادوس جو نيكست. دخلني على الحساب بتاع البير. بيقول لي انا حسابي فيه $6، هتدفع منهم 5. اقول له ماشي كونفيرم. ادفع لي. زي ما انت شايف تم الدفع. ما تعملش اي حاجه، هو بيحولك اوتوماتيك. انت ما بتعملش اي حاجه، انت مجرد بتدوس بس. اهو زي ما انت شايف عملنا العزيز لقد تم اتمام عمليتك بنجاح من غير اي حاجه. شايف حسابي فيه 0.12. خلينا نعمل ريفريش كده. زي ما انت شايف حسابي بقى فيه 4.62. ليه؟ حسابي كان فيه 0.12، يعني ال4.5 ضافت اوتوماتيك من غير اي حاجه. دي كده كانت بعض التحويلات من حساب او من موقع اكس كوين كاش. ممكن ان شاء الله الفيديو اللي جاي نعمل شرح تحويل بقى من بنك بير لفودافون كاش او لاي طريقه موجوده على الابلكيشن او على الموقع. زي ايه مثلا؟ زي ما انت شايف عندك طرق كتير جدا في الارسال. فودافون كاش، عندك الجزائر ممتاز، وعندك بنك البير وويزا. خليها الفيديو اللي جاي ان شاء الله. ده كان فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت ورايك.